السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض القرص الخمرة الطرية بتاعة الليفران، وأحسن من بتاعة الليفران كمان. هنعملها بطريقة سهلة وبمقادير بسيطة، وهتطلع معانا أجمل بكتير جدا من اللي بنجيبها جاهزة من بره، وطبعا أوفر بكتير قوي. تعالوا النهاردة نشوف احنا النهاردة محتاجين ايه. المقادير بسيطة خالص. أول حاجة هنختبر الخميرة بتاعتنا. هنجيب علبة فاضية وهنحط فيها، ادي العلبة الفاضية اهي. هنحط فيها، احنا هنعوز العجنه بتاعتنا نص كيلو دقيق، هنعوز له معلقتين سكر، همت معلقتين سكر، معلقتين ونص همت. هنحط عليهم شويه ميه، دي نص كوبايه كده، وهنحط عليهم كيس خميره، باكو خميره اللي بيتباع في المحلات، لان الجو شتاء عندي فهحتاج خميره عشان تخمرها. هنقلبهم كويس قوي، هنقلب لحد ما الخميره تدوب بالسكر، وهنسيبهم مع بعض كده يشتغلوا مع بعض حوالي 10 دقايق كده، بس ايه، نختبر الخميره قبل ما نعمل حاجه تانية ان شاء الله. هنغطيهم باي حاجه وهنسيبهم على جنب يشتغلوا على مهلهم. دلوقتي بقى هنجيب البوله اللي هنعجن فيها اهي معانا اهي، وهنجيب نص كيلو دقيق. ادي نص كيلو دقيق اهو، ده نص كيلو دقيق. لو ما عندكيش ميزان، بالمج العادي، بالمج ده كده، بمج زي ده كده، 3 مجات ونص، هيطلع معاكي نص كيلو. هنحط عليهم بنفس المعيار، المج اللي احنا عايرنا بد ايه، مج مليان زيت على سمنه. زود السمنه شويه، زود الزيت شويه، مش هتفرق كتير اهو. لو عندك ميزان هتلاقيهم معاكي 100 جرام سمنه بالظبط. بس الدقيق والسمنه والزيت مع بعض نقلبهم في بعض كويس ونكمل. شايفين لما السمنه والزيت اتقلبوا في الدقيق تقل معانا؟ بصوا، نقلبهم كويس بحيث ان القرصه تطلع معانا ناعمه هايشه، وفي نفس الوقت ناعمه خفيفه خالص. دلوقتي خلصنا كده. دلوقتي بقى هنروح جايبين الميه بالسكر الخميره اللي احنا كنا عاملينها على جنب، ماشي، هنفضيهم عليها اهو. لو عندك لبن رايب، احسن حاجه للقرص الخمره هي اللبن الرايب. طب لو ما عندكيش، هنجيب علبه زبادي وهنكمل بلبن بقى عادي. ادي علبه الزبادي اهي، بحيث انها تكسر اللبن بتاعنا، وهنكمل بلبن عادي اهو. معنا كوبايه لبن اهي، ما يكونش ساقع، في نفس الوقت ما يكونش سخن، عشان العجين يظبط معاكي. هنحط واحده واحده، وكل ما هنعوز هنزود. شايفين كده العجينه بتاعتنا؟ انا هحط لها كمان شويه ميه، لان العجينه ناشفه مش ميزه يعني. شويه لبن، انا اسف، او كمان شويه لبن. يعني هي كده خدت معانا كوبايه الا الشويه دول. لو عوزناهم هنحطهم، ما عوزناهمش خلاص. طبعا هندي رشه فانيليا خفيفه عشان تدي معانا طعم كويس. بتفضلي تقلبي لحد ما اللبن كله يدوب معاكي. اول ما تقلبي شويه كده بتلاقي اللبن كله خلاص راح، والعجين نشف معاكي كمان. اهو بصوا، اللبن ابتدى ايه، ينشف معانا اهو كده. قوام العجين جميل، مش هنعوز اللبن كمان اللي معانا. شايف كده العجينه بتاعتنا جميله، قوامها جميل خالص اهو. بصوا ماشي، ادي العجينه اهي كلها. هنحطها هنا وهنسيبها 10 دقايق ترتاح، مش تخمر، ترتاح بس، وهنشتغل فيها تاني. هنحطها في حته دافيه ونغطي عليها. بصوا كده العجين بتاعنا اهو بعد ما عدى اكتر من 10 دقايق. هنطلعه، هو طبعا لسه ما خمرش، انا مش عاوزه يخمر في البوله. هنطلعه علشان نقسمه.
هناخد منه قطع اهو بحجم القرصه اللي احنا عاوزينها، زي ما انت عايزه. بتحبها بقى كبيره تمام، مش تحب القرصه صغيره تمام، بس ما تكبرهاش لانها هتخمر معاكي. هقسمها كلها وهنرجع مع بعض. شايفين كده؟ ده العجين بتاعنا كله قطعناه، حاولنا بقدر الامكان نقطعه كله قد بعضه. دلوقتي هناخد قطعه قطعه، بصوا كده، وهنلفها كده لحد ما نخليها كوره شبه دي كده بالظبط اهو. بالراحه اهي حته العجينه اهي، وهنلعبها ايديها اهي. بصوا لي كده، ركزوا معايا بالراحه، ايديها اهي، وهنخليها تلعب في وسط صوابعنا كده، هتطلع معانا بنفس الطريقه اللي الفران بتشتغل بيها اهي. تطلع كوره اهي، اركن. شايفين كده معايا؟ بصوا ده شكل الكور بتاعتنا كلها اهو. عملتهم كلهم مره واحده وركنتهم جنبي، كنت اقدر احط في الصينيه على طول، بس انا حبيت ان الخطوات تبقى واضحه معانا واحده واحده. دلوقتي هنجيب الصواني بتاعتنا وهنبدا ننقلهم بكل بساطه في ثانيه، ونرصهم بالراحه كده ونشوف هنرصهم ازاي. شايفين كده يا حبايبي؟ دي الصواني اللي احنا هنرص فيها. هننقل القطعه اهو، نحاول نسيب فراغ هنا وفراغ هنا وفراغ هنا وفراغ هنا، بحيث ان هي لو خمرت معانا ما تلزقش في اللي جنبها اهو، يعني ما تكتريش عجين اهو. هنرصهم كلهم. دي الصينيه دي قربت تخلص اهو. واخدين بالكم احنا ما دهناش الصينيه اي حاجه، لان القرصه بتاعتنا فيها دهون كفايه ان هي تخليها ما تلزقش في اللي جنبها ان شاء الله. في الارضيه. خلصنا صينيه اهو، هنرصهم زي ما طلعوا معانا. هم غالبا هيطلعوا 3 صواني معانا. شايفين كده؟ ادي الصواني اللي احنا عملناها كلها. بصوا طلعوا معانا 4 صواني زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى للمرحله الاخيره، اخر حاجه قبل التسويه. هنمسك صينيه صينيه وهنبدا نتك على القطعه حاجه بسيطه كده. طبعا انا مش عاوز افردها زياده عن اللازم علشان تخمر معايا وتطلع قبه وشكلها حلو كده، مش عايزها تنشف. انا عاوز قرص خمره طريه، الناشفه حاجه تانية اهو. بالراحه نحاول نخليها مدوره على قد ما نقدر اهو. ما تخليش صوابعك تطبع عليها. طبعا المكان اللي انا واقف فيه انا مولع الفرن من بدري عشان المكان يدفى، بحيث ان ما تاخدش معايا وقت في التخمير. يعني هي ابتدت الخميره بتاعتها تشتغل فيها. خلصنا الصينيه دي وهنخلصهم كلهم بنفس الطريقه دي. ما فاضلش معانا دلوقتي بقى كده، كل اللي فاضل معانا مرحله التسويه. طيب دلوقتي احنا هنسيبهم ونغطيهم تغطيه كويسه لمده 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، على حسب درجه الحراره ودرجه الجو اللي عندك ماشي. نسيبهم لما يخمروا، هنسيبهم يخمروا شويه ونكونوا مسخنين الفرن كويس عشان نبدا تسويه مع بعض، وهنشوف درجه الحراره كام وهنشوف كل حاجه. هنسيبهم شويه ونرجع لكم تاني. شايفين كده؟ سبتها بالظبط ساعه وغطيتها طبعا بفوط ماشي. شايفين كده؟ بصوا خمرت ازاي. دلوقتي هندخلها الفرن ماشي. هندخل صينيتين بصينيتين على درجه حراره، انا دلوقتي مولع الفرن من بدري، هندخلها على درجه حراره فوق المتوسطه بشويه. هنشغل الفرن من تحت بس، مش هنشغل الشوايه علشان ما تتحرقش معانا. اول ما تبدا تشد معانا هنشغل الشوايه، هنسويها ونرجع لكم. ودلوقتي ده شكل القرص بتاعتنا اهي بعد ما استوت وطلعت من النار. بصوا لونها جميل جدا، بصوا حاجه فعلا تحفه. بصوا من تحت كده، بصوا بحط ايدي سفنجيه جدا طريه، ومن فوق برضو طريه خالص، وفي نفس الوقت مش معجونه. حاجه جميله خالص، مقادير حلوه. بصوا اهي اهي سفنجيه خالص، هشه جدا ماشي. جربوا تعملوها في البيت، ما كلفتناش اي حاجه. كل الموضوع نص كيلو دقيق وشويه رفائع موجوده في كل مكان وفي كل حته. جربوا تعملوها، هتطلع معاكم كميه احسن من الكميه اللي انتوا بتجيبوها من بره، واوفر بكتير جدا جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.